تقييم سريع لكل الاعمال اللي نزلت الفتره الاخيره. انا ما زلت مقتنع ان اف 1 هو افضل وامتع فيلم في السنه، ونصيحه مني ليك ما تفوتوش في السينما. تقييمي لفيلم اف 1 هو 9 من 10. انا مملكه الحرير خدعني بصراحه، بدا بدايه حلوه ومبشره جدا، بعد كده المسلسل قلب مسلسل هندي وتمثيل الابطال بقى اوفر والاحداث بقت غبيه قوي. يعني انا وقتي اهم من ان اضيعه معاك بصراحه. تقييمي لمملكه الحرير لحد ما وقفت يعني هو 3 من 10. انا اتشتمت كتير بسبب الموضوع ده، بس سكويد جيم 3 ده من اوحش المسلسلات اللي انا شفتها في حياتي، وهو سيزون 1 بس الماستر بيس العظيم. لكن هتقولي بقى سيزون 2 و 3 احنا كده بنلبخ. تقييمي لسكويد جيم الجزء الثالث هو 4 من 10. احمد واحمد هو فيلم كويس لو انت عايز خروجه ظريفه لفيلم عربي في السينما. تقييمي لفيلم احمد واحمد هو 7 من 10. ان شاء الله الدنيا تتهد هو فيلم قصير مصري موجود على اليوتيوب للجميع، 20 دقيقه بس. فيلم ممتع جدا وثري وبيفتح اراء، يعني فاهم، يبقى في تخبط اراء بيني وبينك كده، وده ما بنشوفوش في السينما المصريه كتير. وتقييمي للفيلم القصير ان شاء الله الدنيا تتهد هو 7.5 من 10. وبس، لو عايز تشوفني تاني يا ريت تعمل لي فولو.